وخد بالك اللي انت طول ما انت بتدخل في المكن بسلاسه يبقى انت محتاج تكبر شويه يا كابتن. همسك المسكه الداخليه، ثبت نفسي كويس وازق. 1 2 3 4. لازم تمرينة الكتف بتاعتك يكون فيها رفرفه يا كابتن. عارف ليه؟ عشان العضله دي. تعالى بينا ناخد الدمبل. وهقول لك معلومه مهمه جدا، كل ما تخلي ايدك مفروده اكتر كل ما الوزن اللي انت تكون ماسكه هيكون اتقل على الكتف وفعال اكتر. كل ما تخلي ايدك جنب جسمك اكتر وتعمل كده كل ما الوزن هيكون اخف. فلازم تنوع ما بين الشكل ده والشكل ده في التمارين بتاعتك عشان تستهدف كل الالياف العضليه. يلا بينا. بسم الله. 1 2 3. وجدت تمرينه للتراي قدرت اشيل بيها اوزان وما احسش بوجع في كوعي رغم ان انا عندي اصابه من رمضان. تعالى اوريها لك. بص يا سيدي، هتطلع البقره لفوق وتحط المسطره، تمسك الوزن بتاعك، تنزل بظهرك مفروض، تخلي كوعك قدامك شويه، بعد كده تبدا تسحب لتحت. 1 2 3 4. بقى انت تصحصح معايا شويه بقى كده، انا ما حركتكش يعني، نفس التمرين نفس كل حاجه، بس بدل ما كنا هننزل تحت هنثبت كوعنا كويس جدا، نفرد ظهرنا ونبتدي نطلع لحد فوق، ننزل لحد تحت، نفرد ونطلع تاني. 1 2 3. كده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. كل اللي عليك انك تستمر عليها شهر او 2 وصدقني هتلاقي نتيجه كويسه جدا. شايفك يا اللي خلصت الفيديو ولسه ما عملتش متابعه، انزل دلوقتي سيب لي متابعه واكتب لي في الكومنتات عايز التمرينه الجايه عن ايه، واهم حاجه خليك عندك يقين بالله، ربنا دايما جنبك ومعاك. سلام.